سلام الله عليكم متابعينا الكرام، مشاهدينا الافاضل، حياكم الله اينما كنتم واينما وجدتم. اليوم خوتي في هذا الفيديو سوف نتحدث بحول الله تعالى على ملف فيزا دولة مونتينيغرو او الجبل الاسود بالنسبة للجزائريين. اولا خوتي، اللي ما يعرفش دولة مونتينيغرو واين تقع، هذه هي دولة مونتينيغرو على الخريطة، عندها حدود مع كل من البانيا، كوسوفو، صربيا والبوسنة والهرسك. وبدون إطالة خوتي، بالنسبة لملف فيزا أو تأشيرة الجبل الأسود بالنسبة للجزائريين، أولا عندنا جواز سفر صالح لتقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر. استمارة طلب الفيزا يتم ملؤها بوضوح، ويتم تحميلها أو تنزيلها من موقع سفارة صربيا بالجزائر، على اعتبار أنه دولة سفارة صربيا هي المكلفة باستقبال ملفات مونتينيغرو، يعني هي اللي تنوب عليها هنا في الجزائر. ثالثا صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء، مقاس 35 على 45. عندنا حجز فندقي مؤكد أو دعوة سياحية من مواطن في دولة الجبل الأسود، يعني الدعوة السياحية ماهيش مطلوبة، اللي عنده يديرها واللي ما عندوش يدير الحجز الفندقي المؤكد. عندنا نسخة عن حجز تذكرة الطيران ذهاب وعودة. وعندنا في الأخير كشف الحساب البنكي سواء بالاورو، يعني اللي عنده الاورو يحط الاورو، يعني كشف الحساب البنكي بالاورو ل3 أشهر الاخيره، يعني لازم يكون فيه 1500 اورو. وكذلك اللي ما عندوش الحساب البنكي بالاورو يدير كشف الحساب البريدي او CCP ل3 أشهر الاخيره، ولازم يكون فيه 30 مليون دينار جزائري. بالنسبة لمكان الدفع، يعني مكان دفع ملف فيزا مونتينيغرو بالنسبة للجزائريين يتم على مستوى سفارة صربيا بالجزائر العاصمة، وبدون يعني حجز موعد، يعني تروحوا طيلة أيام الأسبوع، يعني من الأحد إلى غاية الخميس على الساعة 9 صباحا، وتدفعوا الملف هناك يعني على مستوى سفارة صربيا بالجزائر العاصمة. خوتي، ولا تنسوا في الأخير يعني دعمنا بالاشتراك وعمل يعني متابعة للقناة وجام وبارتاج، حتى يعني نفيدكم في فيديوهات جديدة ودول جديدة حول الهجرة. سلام.